نفضل وديع الجري ما ينجمش يكون ابني لا الشرعي ولا غير الشرعي، احنا معناها نتقاربوا برشا في العمر، انه يكون صديق نكون انا فخور به، لان وديع الجري معناها انسان مثقف، انسان ولد عائله ولد عروش. ما صدمتكش تصرفاته توا؟ ما شفتش تحكيوا على تصرفات، انا ما ريتهاش. زرع على الفتنه والجهويات. وين ريت؟ ما ريتش انا فتنه وما ريتش جهويات، انا ما ريتش. ثم ربما ثم تصريح قام به، ما انا ما عنديش علم، وما نعرفش اللي وديع الجري جهوي، وما نعرفوش اللي هو معناها انسان ينجم يزرع الفتنه. انا عرفت انسان في 2010 وقت نظمنا الانتخابات، كان هو موجود، تعرفت عليه، تعرفت على انسان متزن، تعرفت على مستواه الثقافي، مستواه العائلي، الكل يدل انه السيد هذا باش يكون عنده معناها الكفاءة في هذا الميدان. و تأكد فيما بعد في 2012 السيد هذا صوتوا له واصبح رئيس، وعاودوا صوتوا له مرة ثانية اصبح رئيس. اذا الكلام هذا انا ما عنديش به علم. نعرف انا وديع الجري بدون شك، ولا اعتقده قادرا بهذه الطريقة باش يحدد مصير البطولة. صحيح تلقى هفوات في التحكيم كيما نشوفوا فيها في أعلى مستوى في مباريات الشامبيونز ليج. عاودوا ارجعوا شوفوا مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، عاودوا شوفوا مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ. شفت الهفوات هذيك، تقول حكم بدائي، ولا حد شكك في رئيس الاتحاد الأوروبي، ولا حد شكك في الفيفا. هذه هفوات يقوم بها إنسان بشر، أخطأ في المباراة، أخطأ في المباراة هذيك، كلفت لقب، كلفت ترشح، ما نرجعوش الناس ما عندهمش دور في المباراة. اليوم حبوا نشكوا في مباراة في قيمة الترجي، حبوا نشكوا في قيمة النجم. في اعتقادي وبكل تواضع، الترجي والنجم أحسن نهائي للبطولة، لأنهم اليوم أحسن الفرق. النادي الإفريقي ضر ببعض الأخطاء، كان ينجم يشارك في سبرينت فينال في 100 المتر والآخر. ما ضرش بسبب تثبيت حسابات سياسية. والله ما نجمش نتهم الناس وأنا ما عنديش الحجة، ما نجمش نتهم الناس وأنا ما عنديش حجة. النادي الإفريقي كان بإمكانه أن يشارك في 100 متر الأخيرة، مع الأسف معناها ما ربحش مباراة صفاقس. لو ربح مباراة صفاقس اللي هو معناها ورى وجه طيب، وكان بإمكانه الرجوع بنقاط الفوز، وكان آنذاك يولي دربي آخر. يعني هذيك الماتش اللي في اعتقادي مباراة نادي صفاقسي لو فاز بها كان الدربي يكون عنده وجه آخر، ما هوش بالضروري باش يفوز النادي الإفريقي، لكن كان يظهر مظهر خير، وربما كان يشارك في 100 متر الأخيرة للسبرينت فينال نتاع البطولة. لكن في اعتقادي مرة أخرى على ضوء ما شفناه من بداية الموسم إلى الآن، أفضل نهائي هي باش يكون بين الترجي وبين النجم. الترجي عنده نقطة لحد الآن معناها متقدم على النجم، تعادل يجعل من الترجي بطل، فهمتني، وانتصار يزيد يعطي نكهة للبطولة هذه. حكاية أحداث الديربي ساعة من حقه إذا سيد معناها ضحى بوقته باش وصل يترأس الجامعة التونسية لكرة القدم، علاش تحبه معناها يسلم باش يوصل له. هو ماهوش معين من طرف الدولة ولا من طرف حزب، ولا هو معين من طرف عالم كرة القدم عن طريق الصندوق. سامحني هذه راه تهم مردود على أصحابها. اعطيه الأدلة أنه هو يتلقى في تعليمات، منين يتلقى فيها التعليمات؟ اعطينا شكون يسير في وديع الجري، يعني الدولة تسير فيه، يعني كما قبل كانوا يعينوا ثلث ويتحكموا فيهم، ما عادش. هو نعتقد أنه قاعد يخدم بالإمكانيات اللي عنده بالاجتهاد متاعه. كرة القدم صعيبة، تسيرها صعيب. مثلا لو غادر وديع الجري
شكون نجم تبصم لي اللي كي باش ياخذ الاتحاد التونسي كرة قدم الامور باش تعدى عال العال؟ التشكيك موجود، الاخبار الزايفه موجوده، المانيبيولاسيون، لانتوكس، المسؤولين في النوادي حتى حد مع تقابل باش يخسر، كل واحد يأول، كل واحد يقول والله قدر خيرك.